لو انت بتشتكي من اعراض زي انتفاخات، زي اضطرابات في الجهاز الهضمي، زي مغص او حتى اسهال، وحاولت تعمل بعض التعديلات على النظام الغذائي بتاعك، زي انت تمنع السكريات، تمنع المنتجات اللي بتحتوي على الجلوتين زي الدقيق والقمح ومشتقاته، تمنع حتى كمان منتجات الالبان، عايز اقول لك ان 90% من الناس اللي عندها الاعراض ديت وعملت الخطوات دي هيحصل لها تحسن بشكل كبير، لان معظم الناس بيبقى عندها مشاكل مع الجلوتين او مع اللاكتوز. لكن لو انت عملت الخطوات دي كلها وما حصلش التحسن، فلازم تفكر وتستبعد مع الطبيب بتاعك حاله اسمها الاس اي بي او او السمول intestine bacterial overgrowth، ودي حاله بيحصل فيها زياده في عدد البكتيريا جوه الامعاء الدقيقه، والامعاء الدقيقه ده مكان مش مؤهل ان هو يستوعب العدد الكبير من البكتيريا على عكس الامعاء الغليظه. فاللي بيحصل ان البكتيريا بتبدا تتغذى على السكريات، تتغذى على الالياف، وتعمل لها عمليات فيرمنتيشن او تخمر، فيبدا ينتج عنها غازات ومواد ضاره زي اسمها التوكسينز، والجسم ما بيقدرش يتعامل معاها في المكان دوت، فيبدا يظهر معاها حالات ومشاكل صحيه كبيره زي التهابات في الجسم بشكل عام. طيب الحاله ديت او الاس اي بي او ممكن يكون سببها ايه؟ سببها ان حمض المعده نفسه ضعيف، لان حمض المعده مهم علشان يقتل معانا البكتيريا اللي داخله معانا مع الاكل. عشان كده مهم جدا ان الناس اللي بتاخد ادويه المعده اللي بتقلل من حمض المعده تخلي بالها من حاجه زي كده. تاني حاجه ان يكون الحركه بتاعه الامعاء بطيئه، وده بيدي فرصه للبكتيريا انها تقعد فتره اطول جوه الامعاء الدقيقه، وبالتالي بيحصل لها نمو وتكاثر، فيبدا يزيد العدد بتاعها بشكل كبير. وحاله الموتيليتي او انه بيقل مع حالات مرضيه زي مثلا مرض السكر، لما يكون السكر مش متظبط لفتره طويله تبدا تظهر معانا المشاكل بتاعه حركه الامعاء دي. كمان في بعض المشاكل لو في امراض في الجهاز الهضمي زي الكرونز او التهابات في الجهاز الهضمي اللي هو السيليك ديسيز، كل دي حالات ممكن تسبب معايا الاس اي بي او فرط نمو البكتيريا جوه الامعاء الدقيقه. طب الحاله بتتعالج ازاي؟ بتتعالج مع دكتور باطنه وتخصصه جهاز هضمي، بيبدا يشخص معانا الحاله ديت بالتحاليل والاختبارات اللازمه، وكمان بيبدا يتعامل مع بعض الادويه زي المضادات الحيويه اللي بتشتغل بشكل موضعي علشان تقتل البكتيريا الضاره اللي حصل لها نمو جوه الامعاء الدقيقه دي. كمان بنعمل نظام غذائي مخصص للحاله دي بنسميه اللو فود ماب دايت، وده بنمنع فيه كل الاكلات اللي ممكن يحصل لها تخمر وتعمل معايا المشاكل دي كلها، عشان ندي فرصه للجهاز الهضمي وندي فرصه للامعاء ان يحصل لها هيلينج واستشفاء. وبعد الاستشفاء بنبدا ندخل الاكلات دي واحده واحده. اللي عايز اقوله ان الحاله دي مع انها صعبه ودقيقه، لان الشفاء بتاعها كامل لو تعاملنا معاها بشكل سليم.